شوف بقى يا صديقي، هدفين مقابل هدف، زي هدفين للا شيء، زي 3 أهداف للا شيء. بالنسبة للنادي الأهلي لازم يحسم البطولة في كازابلانكا، ملعب المركب الخامس بالمغرب. النادي الأهلي متعود على كده، إن يحسم البطولة مع آخر مباراة. ولكن النادي الأهلي لما لعب المباراة دي أمام الوداد المغربي في القاهرة، لا، لعب مباراة جميلة جدا، جيدة جدا من النادي الأهلي، من لعيبة النادي الأهلي. إذا كان الهدف دخل بضلك في النادي الأهلي، النتيجة اتحسمت 2-1 للنادي الأهلي على الوداد المغربي. فدون شيء يسعد جماهير النادي الأهلي، إن النادي الأهلي هيروح وهو مستعد في كازابلانكا عشان خاطر يجيب البطولة من المركب الخامس. ولكن النهارده بنقول كرر عمل مباراة جيدة جدا، ولكن التغييرات كانت متأخرة إلى بعض ما. النهارده النادي الأهلي كان لازم حسين الشحات يكمل المباراة، ما كانش لازم يخرج من المباراة. كان لازم يريح أحمد عبد القادر، ما يلعبوش خالص المباراة دي. ولكن قدر الله فما شاء فعل. المباراة كانت جميلة من النادي الأهلي. الشوط الأول تحديدا خلى المباراة لصالح النادي الأهلي. شفنا بداية الشوط الثاني النادي الوداد المغربي كان بيخرج الكرة أي حاجة من أمام لعيبة النادي الأهلي. دون يبين لك إن هم كانوا مرعوبين بالفعل من الصقور النادي الأهلي وحش أفريقيا. النهاردة بقول لكرر خليك زي ما أنت، ولكن لازم تعمل حسابك إنك أنت تحسم النهائي في كازابلانكا بالمغرب. النهارده كرر عمل مباراة جيدة جدا جدا جدا، ويوم الأحد إن شاء الله الأهلي هيحسم البطولة لصالح النادي الأهلي. وإن شاء الله الأهلي في كأس العالم للأندية 2024، وبالتأكيد هيكون موجود 2025 في كأس العالم للأندية بالنسخة الجديدة. اللعيبة كلها في وفرة من الحب والارتياحية والتكتيك العالي. ولكن انك يدخل فيك هدف بالطريقه اللي دخل في النادي الاهلي دي، لا، المفروض كان علي معلول يرتاح شويه حتى يشتت الكره او يخرجها من ال 18. ولكن ايجابيات علي معلول كتيره تسمح له بغلطه او غلطتين. ولكن الاجمل النهارده بصراحه ابن احمد شوبير، لاني هذا الشبل من ذاك الاسد. لا، مصطفى شوبير بصراحه ثبت أقدامه في النادي الأهلي أو في حراسة مرمى النادي الأهلي من خلال نفسه وليس من خلال أحمد شوبير. النهاردة كسبنا مكسب كبير مصطفى شوبير، ربنا إن شاء الله يبعد عنه الإصابات. وبصراحة الولد جميل جدا 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 ومجتهد كتير جدا جدا جدا، وحافظ على مرمى النادي الأهلي. ومش هدف اللي يزعلنا من لاعب أو من حارس مرمى أو من لعيبة النادي الأهلي، لا، البطولة لسه موجودة، وإن شاء الله الأهلي هيحسمها من خلال ملعب المركب الخامس في كازابلانكا بالمغرب. ألف مبروك جماهير النادي الأهلي، الفوز المقبول جدا 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 على الوداد المغربي بالقاهرة 2-1، وزي ما قلت 2-1 زي 2-0 زي 3-1. بالعكس المغاربة النهاردة مرعوبين من نتيجة 2-1، لأن عارفين إن اللعيبة دي رح تاخد كلام تقيل من الإعلام المصري على النتيجة 2-1. لذلك اللعيبة هتسافر المغرب وهتاكل النجيلة على ملعب المركب الخامس بكازابلانكا في المغرب. كل التحية لجماهير النادي الأهلي العظيمة، كل التحية للعيبة النادي الأهلي كرر، كل التحية العظيمة والقوية لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو واعي وراسخ في كل ما يفعله للنادي الأهلي. وألف مبروك مرة تاني جماهير النادي الأهلي. الضوء والدقة، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من الضوء والدقة.